السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه كعكات مسكرين. درت لكم ديجا في القناه وصفه الكعكات، درتهم باللوز. هاد المره جبتهم لكم بالكاوكاو. بدون اطاله تفضلوا معايا نشوفوا مقادير وطريقه التحضير. بسم الله. واش عندنا هنا؟ نحضروا العجين. هو الاول عندنا 3 كيلات فارينه، كنت درت 2 وهذه الثالثه معكم. نغربلوها. نديرو لافاني، نزيدو رشة تاع الملح، عندنا مغرف كبيرة تاع حليب بودرة ومغرف كبيرة تاع سكر بودرة، يعني سكر كلاص. نغربلوه، نخلطو النواشف هكذا. من بعد نزيدو كيلة تاع سمن يكون دايب وبارد. انا السمن ما ذوبتوش، درتو من العلبة هكذاك كيما تعرفوا في الحال سخون يجي السمن دايب. درت كيلة تاع السمن، من بعد بسست الفرينة ديالي مليح. هنايا جبت كيلة تاع الماء وما زهر ونبدا نطم في العجين ديالي. هنايا خلاص العجين يكون هكذا طري متماسك. الكيلة كيما شفتوا ما كملتهاش تاع الماء وما زهر، غطيت العجين ديالي وخليته يرتاح. هنا نجوزو باش نحضروا الحشو. عندنا 2 كيلات تاع كاوكاو، هنا نص كيلة تاع نوات كوكو، ونكمل نص كيلة تاع كاوكاو، يعني كلش عندنا 3 كيلات. عندنا اقل من نصف كيلة تاع سكر. نخلطهم ونعاود نرحي كلش. من بعد ما عاودت رحيتهم نطم بالمزهر، نطمو ونعجنو في نفس الوقت. نضيف هنايا لافاني، نكمل نطم. في الاخير نضيفو مغرفة صغيرة تاع السمن ولا زبدة تكون طرية، ونكونو تحصلنا على لافاس تكون طرية هكذا. نخليها على جانب. هنا نجوزو باش نوزنو العجين. نديرو الوزن من 35 الى 40 غرام. والحشو، شوفوا الحشو بعد ما ارتاح يجينا معلق يخرج لنا طري. الحشو نديرو الوزن من 12 الى 15 غرام، وهكذا حتى نكملو الكمية اللي عندنا كاع. دوكا نجوزو للتشكيل. نجيبو العجين نحلو هكذا، نحاولو نشكلوه مستطيل. نساوو هكذا بالكوبات. نجيبو لافاس نحطوها هكذا ونبداو نغلقو. نروليو مليح، في الاخير نغلقو هكذا، نزيدو نروليو. من بعد نديرو حفرة هكذا وندخلو الطرف الاخر فيها، نساووها مليح. انا راح نديرهم في ليمول تاع سيليكون، نحطوها هكذا نساووها مليح ونكملوه بنفس الطريقة.
نحلو العجين على شكل مستطيل باش تجينا الحبات تاع الكعكات مورقه. نحطو لافارس ونبداو نرولي ونغلقو. نديرو حفرة هكذا ونغلقوها مليح ونحطوها في ليمول، وهكذا حتى نكملو الكمية اللي عندنا كاع. بعد ما كملت كل كمية طيبتها. هنا كانت عندي طلبية، هاي كل كمية اللي درتها. الآن جوزو باش نسكرو الكعكات ديالنا. هنا جبت المزهر، جبت السكر ديالي غربلتو، درتو في بورطمونجي هكذا. نغطسو الكعكات ديالنا في المزهر، نشفوهم في البابي ابسوربون ونحطوهم في السكر، نزيدو نغطيوهم بالسكر هكذا. نديرو بالخمسة ولا 6 حبات، نخلوهم في السكر من 15 الى 20 دقيقة. من بعد نجو نسكروهم، نسكرو هكذا ونحو زايد، نحاولوا نغلفوها مليح وفي نفس الوقت نحو الزايد. نجيبو هادو نخدمو بهم الورود، نساوي هكذا في الوسط، راح تمدلي شكل شباب يكون متساوي. نكمل نساوي هكذا مليح. من بعد نجيب صفاية وندير رشة خفيفة هكذا بالسكر من الفوق، وهكذا نكونوا تحصلنا على احلى كعكات يخرجونا ما شاء الله. انا نكمل نسكر الكمية اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الديكور. هنا بعد ما كملت سكرت الكمية الأولى، نجوزو الآن نحضروا عجينة الشوكولا اللي راح نديرو بها تزيين. درت لكم ديجا الوصفة في القناة، نديرها لكم على السريع. نديرو كمية تاع الشوكولا، مثلا درنا 250 غرام، نديرو نصفها تاع جلوكوز، ندوبوها نضيفو لها الجلوكوز، من بعد نجو نعجنوها مليح. هنا قسمتها، راح نلونها، راح ندير اللون بنفسجي. هنا درت هاد لاباطاغوم ذوق التوت. هنايا راح نديرها، درت لها الكاكاو باش نتحصل على اللون البني، والقسم الاخر خليته ابيض. هذه اللي درت لها الكاكاو وخدمت بها الوريقات. من بعد درت لهم نكهة دوغي، يعني على حسب طلب الزبونة، واللي درتها بذوق التوت يعني باللون تاع باللون الموف، درت بيهم هكذا وريدات. هايليك العجينة ديالنا، عجينة الشوكولا.
والآن نجوزو باش نديرو الديكور هذا فوق الكعكات. هنا نجي ندير لهم شويه جلوكوز ونثبتهم هكذا فوق الحبات تاع الكعكات. نزيد الورده بهذه الطريقه هذه. اذا ما حبيتوش ديروا الجلوكوز ديروا تيلوز، ذوبوه في شويه ماء ولصقوا به. هنا من الافضل الديكور نكونوا خدمناه من قبل باش ينشف لنا هكذا ونمسحوه بالناكخي باش نتحصلوا على شكل شباب. انا نكمل ديكوري الحبات ديالي تاع الكعكات ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. بعد ما كمل درتهم في لادونتال ولي كيسات. قبل ما نديرهم في لي بواط جوزو نقسمو مع بعض الحبه. هاي ليك يجونا يذوبوا في الفم. لافاس تجينا بزاف طريه وكيما راكم تشوفوا الطبقه تاع السكر راهي فين. خرجوا لنا كعكات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. انا هاد الحبه خليتها الغد من داك، نزيد نقسمها معكم. هاي ليك. وهنا درتهم في لي بواط. كان طلبيه تاع خطبه نقولها مبروك عليك ربي يهنيك ان شاء الله والعاقبه لي مازالوا ان شاء الله. وهاد الوصفات التقليديه يصلحوا لعده مناسبات، اعراس، خطبات، مهيبات. ان شاء الله تنال اعجابكم هاد الوصفات. جربوها، تشاركوني تطبيقاتكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها، يفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. نقول لكم تهلاو في روحتكم والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.